محمد نرحب محمد بالشيخ صادق الحسون صاحب متحف ومطعم الحسون. هو محمد هو تفضل ان نتكلم عن المطعم وعن المتحف وشنو اللي دعاكم لهذا الشيء؟ حولتوا الى متحف وشلون المقبلين الزوار من يوم انشائه ولحد الحين خصوصا بفتره الخليج 25. اهلا بك حياك الله. بالنسبة للمتحف بديت به كهواية جمع الانتيكات أكثر من 35 سنة أكثر، يعني بعز الشباب أنا أجمع انتيكات، فحبيت لأن هاي كانت شوي عملية شاقة أول بداية، مو بالسهولة يعني كنت أحصل على القطع، يعني من قطعة لقطعة إذا ما صار 20 قطعة 50 قطعة إذا ما صار هذا العدد يعني من يعني شوية حسيت بها مو تعب، هي كهواية ونسة بالنسبة لي مو تعب. فحبيت هذا الشيء يعني أقدمه للناس، فما أحتكر لنفسي بس، يعني صار عندي قطع من الانتيكات القديمة بالبيت وعندي مكان يعني كنت حافظ بهاي، ما حبيت بس إلي، حبيت الناس يعني هم شوي. اقترحت الموضوع على القصر الثقافي بال 2012 فرحبوا بالفكرة، سويت هذا المشروع. ننقل لكم بثنا لهذا اليوم في قلب محافظة البصرة الفرحاء وتحديدا في منطقة الشناشي من مطعم ومتحف الحسون.